هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. كتير قوي لما بنبقى في تجميعة وفي طنطات كتير وكده وعايزين يلعبوا مع البيبي وعايزين يبوسوه ويحضنوه، نروح نقول للبيبي يلا روح بوس طنط، يلا اديها حضن، ونلاقي البيبي غالبا في معظم الاوقات يبتدي يزمزق ويقول لا ومش عايز، ويبتدي يمسك في ماما ويدخل في حضن بابا اكتر، ومش عايز نروح نقول له لا 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 كده عيب، يلا روح ادي بوسه لطنط، يلا بسرعه، يلا روح ادي بوسه لطنط، عيب كده، ما ينفعش تعمل كده. ونلاقي طنط تبتدي برضو تبص له كده شزرا، اللي هو ايه، مش هتيجي تبوسني ولا ايه، مالي شكلي مش عاجبك ولا ايه؟ ونبتدي احنا نحرج من طنط دي، ويلا يا حبيبي، ونزقه بالعافيه وناخده نشيله بالعافيه نوديه لحد طنط علشان تبوسه وتديله، والولد يبتدي يعيط ويفرك، ونبتدي بقى ندخل في الفيس بتاعه السرينه والعياط والصويت. كل ده علشان احنا ضغطنا على البيبي علشان يبوس طنط بالعافيه. طيب تفتكروا هو صح ولا غلط ان احنا نضغط على الطفل ان هو يبوس حد او يحضن حد بالعافيه؟ وفي مواقف تانية مثلا لما نبتدي نعلم الطفل ان هو يبقى عنده حدود وكده، نقول له اوعى تخلي حد يحضنك بالعافيه، اوعى تخلي حد يبوسك بالعافيه، ما تاخدش بونبونيه من حد، ما تاخدش شوكولاتايه من حد، ما تكلمش حد ما تعرفوش. طب ما هو في نفس الموقف ده يا جماعه، يعني طنط دي هو حد ما يعرفوش، مش عشان بابا قال لي روح سلم عليها يبقى اروح اسلم عليها، ما انا معرفهاش. فلازم نخلي بالنا يا جماعه من الموضوع ده، انه مش دايما يعني لما بنلاقي طنطايه جديده كده يبقى لازم الطفل يسلم عليها ويبوسها عشان خاطر هي عايزه كده. لا، ده عدم احترام للحدود بتاع الطفل، وكمان يعمل له confusion، يعمل له لخبطه. هو كده المفروض ان انا اسلم على حد معرفوش ولا ما اسلمش ولا اعمل ايه؟ فبالتالي يا جماعة لازم لما بنلاقي الطفل ابتدى يزمزق وابتدى يعني يفرك ومش عايز، ما نضغطش عليه، خلاص براحتك، وطنط بقى معلش لازم تستحمل حتى لو قعدت تبص شزرا كده وتقفش وتتضايق، معلش، هو دي حدود الطفل ودي ارادته هو وحريته هو. يعني انا وانا كبير، يعني نجرب نحط نفسنا مكان الطفل. لو انا وانا كبير مثلا وحد جه اجبرني ان انا اروح اسلم على حد واحضنه وابوسه، ما انا هبقى متعصب ومتضايق، يعني انا معرفكش علشان اروح اسلم عليك واحضنك، يعني انت مين؟ انا وانا كبير ما احبش حد يجبرني على حاجه ايا كانت الحاجه دي ايه، احب اعمل الحاجه بارادتي وبمزاجي. الطفل برضو زينا كده بالظبط، زي الكبار بالظبط، عنده اراده وعنده حريه، ما بيحبش حد يجبره على حاجه. ما ينفعش نجبر الطفل ان هو يروح يبوس طنط بالعافيه او يسلم على حد بالعافيه، ايا كان الحد ده مين، هو حر وبراحته. ساعات الاطفال كمان يا جماعه بيبقى عندهم مشاعر كده معينه، ان هم بيرتاحوا لشخص معين بسرعه وما بيرتاحوش لشخص تاني، فنسيبهم براحتهم، ما نضغطش عليهم علشان ما يحسوش ان هم حدودهم بتتكسر وحريتهم بتتكسر. وفي مواقف تانية نقول لهم لا، ما تكلمش ده، ما تبصش ده، مالكش دعوة بده، هو كده هيتلخبط. نوحد الفكر يا جماعة ونوحد الكلام. لو هو مش عايز يسلم يبقى ما يسلمش، لو عايز يسلم ويحضن ويبوس يبقى براحته، هو ليه حريته وهو ليه إرادته وليه الحدود بتاعته اللي هو بس اللي من حقه يتحرك فيها ويتصرف فيها، احنا ما ينفعش نكسرها له وما ينفعش طنط تكسرها له. ميرسي، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.